اصحوا يا كلاب. نعم. ايه بقى وكل يوم كده؟ اوف. ايه؟ اجهزوا، احنا حاطين لكم لبس اللعبة الجديدة في المطبخ. لعبة ايه بس؟ لعبة الغابة، 6 ساعات في الغابة، المفروض انتوا تتكيفوا. ايه ده سهل قوي. سهل ايه ده؟ في تعابين وصراصير وحشرات سامة، وبصي قرف وقوارض كمان. لا ده صعب قوي. على العموم اللبس مستنيكم في المطبخ. يلا سلام. انتوا راتين يا حبيبتي. خلينا بقى، خلاص بقى، خلينا نحاول نخلصه. يا قلبك حن يعني. الصراحة الألعاب دي خلتني حن، ما خلتنيش جاحدة قوي زي زمان كده. خلاص بقى متعيطيش بقى. خلاص بقى. على يلا. حاضر. يلا يا جماعة. بلغتهم يا أستاذ كوارتر. تمام. جايز مش احنا رايحين غابة 6 ساعات؟ احنا لابسين مايوهات. والله ما اعرف، مش هي قالت في قوارض وتعابين سامة والكلام ده وملبسنا كده؟ ده احنا هنتاكل يعني، هنتاكل دغري. نعمل ايه دلوقتي؟ لا احنا لازم نغش ونهرب. عندي خطة. تعالوا. لبسوا المايوهات؟ اكيد لبسوا طبعا، انا راح اشوفهم. سامعين صوت جزمتها؟ يلا اوفوا عادي. شكلكم عبيط قوي من المايوهات. هو فين هنا؟ يلا بينا دلوقتي هنروح للغابة. لا مؤاخذة يعني. هو بكرة هنلعب ايه؟ تعالك انت بكرة تشوف. ما طيب. يلا بينا. هنسيبكم هنا، مع السلامة. اسود نيل. نعمل ايه دلوقتي؟ دب. هو بانك. لا. بعد مرور 6 ساعات بسلام. العونا. لحسن الحظ محدش مات فيكم. يلا نمشي. الحمد لله يا رب. سبقونا انتوا عمامنا اللي جنب البحر، المبنى بتاعنا يعني، وسيبولنا ده. تعالي انتي كمان. انا تعالي بس سدي ودنك وفي بعيد. حاضر. امشوا انتوا الاتنين بقى، عايزين نقف ونسمع. امشوا. يلا يا ابني. في ايه؟ والنبي ما تقتلوني. يا ابني. وقفوا بره استنوني. بص ايه، هعمل معاك صفقة. ايه؟ اعمل. شايف البت اللي هي اسمها سارة دي ولا اسمها ايه؟ لا اسمها سما. اللي هي دي. ايوه. يعمل ايه؟ انت تقول لها ان انت معجب بيها وبتحبها وهتتجوزها. ليه كده؟ بقولك بس انا بتكسف. تعبيط. طيب بعدين على العموم، فانت لو وافقت موضوع زيفة، ما وافقتش هتموت. وقول لها كده. ايه ده؟ هيموت؟ اوف. دي ودنك. سمعت كل حاجه. وبعدين هو قال لي كده من زمان. ايه؟ قال لي كده لما شافني من اول اصلا. قال لي تعالي نعمل الفطار، وقال لي كده في المطبخ ووافقت. بس قال لي لما نخرج بالسلامه من الالعاب دي هنبقى نتجوز. طب انتوا ليه ما اتجوزتوش؟ عشان خايفين. طيب هديكم فرصه، بس لو متم في الالعاب ماليش دعوه. يعني ايه؟ يعني كده مش هنعرف نتجوز. انتوا بقى حاولوا تنقذوا نفسكم. اما بقى في اخر اللعبه دي اسمها هنديكوا فيها ابر عشان تنسوا ان انتوا بتحبوا بعض، عشان ما تقولوا لا ومش عارف ايه وكده وتسيبوا بعض، ما تقتلوش بعض. بس في اخر اللعبه دي هكون جد. حاضر
ماشي ماشي، تقدروا تخشوا تاني. سمعنا كل حاجة اصلا، بعدين سمعناهم في المطبخ، ما تقلقش احنا متجسسين عليهم وقالوا كده. طيب يلا بينا يا عم. استنى هنا، انت لو قلت لي انت بتتكسف كنت بكدب عليك. تكدب عليا؟ خايف منك. على العموم ما تخافش، بس خاف من الالعاب انا، ما تخافش مني انا ممكن اسهل الموضوع قوي، بس انا عاوز الناس تعرف قيمة الحياة، واللي هيخرج من اللعب ده هيخرج بجروح قوي وخلاص هيموت على باب الموت، وخلاص هيخش باب الموت، وفي اللي هينجو وفي اللي هيغش، واللي هيغش انا اقتله. فانا مش هديكم فرص، بس انتوا ممكن تدوا نفسكم انتوا الفرص. مش فاهم، هم اصلا واقفين تحت فملطوعين، فانا مش ناقص غباء منك. ولبسكم في المطبخ زي كل مرة. يلا يا جدعان، انا خايف قوي من الالعاب دي، احنا نجينا بالعافية قوي. الصراحة مش عارفة ايه اللي حصل، انا حسيت بقرصات كتيرة في رجلي، بعدين مش عارف، حاسس اني عايزة ارجع. يا لهوي، ما تقولش لا لا، ما تقلقيش، انا اخدت اي دواء قدامي. انا خايفة علينا قوي. الصراحة احنا ادركنا كم دي حياة، بس هو برضو مصمم ان هو يكمل العاب كوارتر جيمز. ايوه بجد، انا مش عارفة احنا ليه ارتكبنا الاخطاء دي. والله انا ارتكبت جرائم القتل كتير. صح، كل واحد يحكي قصته. ماشي، انا قصتي كانت يعني وانا صغير كنت معدي توحد. كانوا بيقولوا عليا عبقري، العبقري المتوحد. كنت في المدرسة بعرف اجاوب الاسئلة صاروخ، واول واحد يرفع ايده، والميس كانت بتكرهني عشان انا الوحيد اللي كنت بجاوب، وكلهم كانوا بيقعدوا زي الصراصير، زي كوبب كده، كوبب القش، عارفاها؟ تمام، انت بتشرح لها هي ولا بتشرح لي؟ بشرح لكم يعني. اصل انت مركز لها قوي كانك بتحكي لها هي. ماشي، هبص في الارض. تمام، فبعد كده المدرسة بلت عليا بان انا بان انا ضربت احمد اللي هو بيبقى ابن اختها معاه في المدرسة، وان انا ضربته وسرقت الاجابة منه وبقولها كل شوية، ورحت في الاخر شتمت المدرسة وضربته تاني. يعني بصوا الحجة، والمديرة صدقت والمدير صدق. فلقيت فجأة المشرفة بتقول احنا عاوزين يوسف محمد. فرحت اما نزلت، المديرة بقى والمدير قعدوا يلطشوا فيا ويضربوني ويشتموني بالاب والام. كانوا بيشتموني بجد من قلبهم. يقولوا انت ازاي تضرب احمد، انت مش عارف احمد ابن مين، انت مش عارف ايه، ده مؤدب، ده محترم، وعمالين يمدحوا فيه بقى ويشتموني انا. رحت زهقت منهم. فرحت ساعتها يعني انا كنت بشيل معايا اللي هو بتاعت فتحت الازايز دي عشان لما اجي اشتري حاجه. تمام، فرحت انا كسرتها، حطيت ايدي ورا ظهري كاني زعلاني، وكسرتها وقتلتهم بيها. وبعد كده هربت، وكلهم كانوا عايزين يجروا ورايا. وبعد كده كان في بنت معانا في الفصل اسمها اسماء. البنت دي كانت بتقعد تقول انا اجمل من كل الفصل، انا البنت المثاليه، اكيد كلهم بيحبوني كده، عمالين يقولوا كده. هي عماله تقول كده. فرحت قلت لها ما فيش بنت مثاليه ولا في ولد مثالي، كلنا عادي. راحت قالت لي بس يا معفن يا اللي بتقتل، انا مش بتكلم مع الناس جايه من الزباله. فرحت قلت لها انا جايه من الزباله. فرحت قالت لي رحت فتحت الازازه وقتلتها بيها. فساعتها بقى هربت من المدرسة وكلهم كانوا عمالين يجروا ورايا. فرحت ساعتها هربت، وبابا وماما قعدوا يتعاركوا معايا، وفي الاخر طردوني برا البيت. وفي الاخر قعدت عند ستي لحد ما ستي بقى كبرتني وكده. وفي يوم اتعاركت انا وستي. ليه؟ علشان هي بتقولي روق البيت، وانا كنت بعمل حاجة مهمة جدا، وكنت بشتغل على مشروع ايه؟ مشروع اهبل شوية. إيه ولا حاجة، وانا قول عربية فول وفلافل انا وصاحبي. كمل. بعد كده جدتي موافقتش، انا كنت عايز 100,000 بس هي موافقتش، وقالت لي انا معايا 200,000 بس مش هديك منهم ولا مليم، اني عارفه ان كل مشاريعك بتفشل وفلوسي بتروح في داهيه.
وبعدين فرحت ساعتها بقى قلت لها طيب والله لا اخد الفلوس. راحت قالت لي يعني انت هتسرقها مني؟ فرحت قلت لها اه انا عارف رقم فيزتك دايما بروح معاك البنك. راحت قالت لي طب والله لا اكسرها قدامك. وهي داخله اوضه رحت برضو ضاربها وفتحت الازازه القديمه. انا بحتفظ بالحاجات دي عشان لو حد ضايقني. فتحت الازازه لسه معاك؟ لا مش معايا الحمد لله. ما تلاقيش يا بنتي هقتلك ليه ولا هقتلكوا ليه. لا في ايه؟ وساعتها هربت وبقيت الانسان اللي قدامك. فكنت ماشي في المطار عشان كنت ساعتها اخدت بقى 200,000 وكنت عايزه اسافر. فلقيت بقى فجأة حد راح عطيني بوكس تحت ودني، رحت واقع على الارض. فجأة صحيت من النوم لقيت نفسي. وانتي؟ انا كنت بنوت عاديه جدا، دلوعت باباها ومامتها وكل حاجه، بيجيبولي كل حاجه، بيجيبولي كل عرايس، بيجيبولي كل حاجه، لحد ما جه اليوم اللي انا ما كنتش عايزه يجي، واللي جدتنا جت قعدت معانا فيه. كانت كل شويه توقع لي اكل على الارض وتقول لي اه معلش وقعته لميه بقى. وكل شويه تسالي يا بنت جيبي لي اكل، يا بنت جيبي لي، يا بنت جيبي لي. وكانت بتخلي قطع حته وحشه، وكانت بتكون قاصده وبتقعد تصلب ماما عليا وبتعمل اعمال مش عايزه اقولك. فانا الصراحه اتنفخت. ودايما كانت بتحب ولاد خلاني وولاد خالتي، بتقعد تمدح فيهم قوي، وانا كنت صراحه بتغاظ. كانوا يقعدوا يشدوا في شعري، انا اصلا شعري كان طويل بس هما اللي قصولي كده. وانا نايمه راحت تيتا قايمه وراحت عاملاهولي كده، وانا اتعصبت. وبعدين اصلا ما كانش عادي قصه، كان شعري عادي. راحت هي مبوظالي شعري. انا اللي رحت عند كوافير وعملت القصه لوحدي. رحت انا قتلها بايه؟ صح كنت بذاكر فنمت على نفسي، فلقيت القلم رحت غزاه في رقبتها. كانت عماله تنزل في دمي كتير قوي. الصراحه انا تعبت لاني عمري ما شفت دم. رحت قعدت اصرخ ومسكت تيتا القلم كأن تيتا عملت كده في نفسها. تمام. فساعتها ماما وبابا جاروا كده قالوا ليه عملت كده، ليه عملت كده؟ مش انا اللي تيتا يعني ليه عملت كده، ده كان اصلا عيانه عندها سرطان. فساعتها قالوا قالت صوت تيتا وقلت ان هي تعبت من الحياه، وهم صدقوا ان تيتا اللي بتقول كده مع اني انا اللي بقول كده. ساعتها بقى دفنوها كده. انا كنت مبسوطه قوي. وبعدين اكتشفوا ان ايدي كان عليها شويه دم، وان القلم اللي كنت بذاكر بيه هو وان اصلا كتابي كان على السرير والقلم مش موجود. فشكوا ان انا قتلتها، وعرفوا ان انا قتلتها لما شغلوا الكاميرات والحاجات. وساعتها قعدوا يهاجموني وكانوا عايزين يقتلوني، بس انا خرجت من البيت هربانه ورحت بيت عند صاحبتي كان اسمها هنا بنت كيوت قوي، بنت بجد كيوت، بس ماتت من 2 بقى الله يرحمها. لما ماتت قعدت في بيتها، والصراحه لما لقيت فلوسها قلت انا بقى اختها وهورثها. فرحت ساعتها اخدت فلوسها وبقى كنت عماله اشتغل وكده وبقى معايا فلوس. فانا كنت رايحه الشغل بتاعي، فجاه لقيت برضو لحد ضربني تحت ودني وقعت على الارض. انت بقى لا احنا الماضي ما ينفعش نقوله. لا في ايه؟ ده المره التانية يقول لا. تعالوا نشوف في ايه. لا في ايه؟ انا بس كنت بقترح والله حاجه صغنونه خلاص. لا ايه؟ خلاص والله مش هفتح بقي تاني خلاص. لا خلاص والنبي خلاص بقى لا تلعبي معاهم اللعبه اللي بكره علشان تموتي. خلاص والنبي خلاص والله كنت فتحت بقي. تعالي هكشف هويتك ليهم. لا او شيت دي انا ايه ده؟ مش انتي موتي؟ انت عملت نفسك تموتي، عملت نفسك بتموتي. انت عايز اشوفك هتعمل ايه؟ بس انتي اخدتي فلوسي وقلت ان انتي اختي ورثتيني انا واخدتي فلوسي كلها، وساعتها ما لقيتش فلوس. رحت واشتغلت معاه. لقى في ولد قبلي مات ليه؟ عشان برضه عمل نفس الحكايه. انتي قلتي له ايه؟ لا ما قلتلوش حاجه. انتي قلتي له حاجه كان عمال يقول لا ما قلتش حاجه. لا انتي قلتي بس بقاش قلتي ايه ولا حاجه. بت شويه العيال دول مش هياكلوا معايا. لا والنبي معيش فلوس.
الشهر لسه ما خلاص، مش هعرف اخد فلوس دلوقتي معايا فلوس وغنية جدا، وكمان احتمال اكسب في اللعبة اللي هو كوارتر جيمز، فممكن انا اشارك فلوس معاكي انا وهو وانتي. هو ايه؟ لا انا بس اللي اخد فلوس. لا يا حبيبتي لا، وبعدين لو فضلتي على كده هاخد انا وهو فلوس. انتي هو مين ده؟ مالكيش دعوة. يعني ايه يعني؟ لا والله ناخد فلوسك واقتلك كمان. تقتليني؟ ماشي اقتلها، ما تقلقيش منها هتتقتل. روحي جيبي سكينة. لا انتي قلتي له ايه يا بنتي؟ قلت له اسود. انت عبيطة الصراحة. بقولك ايه، تعالي هنا. اسامحها ولا اقتلها؟ دي تتقتل لانها تعمل لنا كلنا مصيبة. لو طردت بره هتعمل لنا مصايب، ولو فضلت قاعدة برضه هتعمل لنا مصايب، لو اتقتلت هتخلصنا منها. طيب لا جيبي الساطور. لا والنبي خلاص، والله انا كنت بهزر. إيه انا كنت بلاينج. لا ما بحبش حد يهزر معايا. لا